طبعا أنا نشأت في المنامة. أصلا أنا يعني أسرتي كلها يعني من الناحيتين، من الأب والأم من المنامة، ونشأت في المنامة. طفولة طبعا طفولة جميلة جدا، لأن احنا عشنا في سلمك الله في بيت في الأسرة الممتدة. زين، الأسرة الممتدة اللي كان فيها والدي ووالدتي وجدي وجدتي وأعمامي وزوجاتهم وأولادهم في البيت العود في المنامة. نشأنا في هذه البيئة، في الاستقرار، في التكامل مع بعضنا البعض، في الحياة الاجتماعية الأسرية، في التعاون مع بعضنا البعض. طفولة جدا جميلة. بعدين الوالد والأعمام طبعا بعد فترة انتقلوا إلى كل أسرة صارت أسرة منفردة. طبعا احنا ساكنين وين؟ ساكنين في فريق حي أو فريق الحمام. فريق الحمام يسمونه هذا وين صاير؟ في عند منطقة مدرسة المنامة الثانوية، مدرسة الزهراء فاطمة الزهراء الابتدائية، مدرسة عائشة أم المؤمنين. صايرة في الجانب الآخر مدرسة عائشة، بس احنا في المنطقة اللي مشاهدة مدرسة الزهراء، مدرسة فاطمة الزهراء. في هذه المنطقة احنا كنا. وطبعا نروح المدرسة مشي، يعني ما كان يعني سيايير نروح ناخذ سيارة أو شيء، لا في المنطقة في نفس المكان. فكنا نروح المدرسة مع تعرف عائلة ما شاء الله ممتدة مثل ما قلت لك، مع بنات العم وبنات الخال، حتى خوالي، يعني كل الأسرة كانت موجودة في المنامة. وكنا يعني نجتمع مع بعض ونروح كفريق، يعني مستانسين متوجهين إلى المدارس. هذه بالنسبة إلى يعني نشأتي. وطبعا درست في مدرسة الابتدائية، مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية للبنات، وبعدين درست في مدرسة عائشة أم المؤمنين الإعدادية للبنات، وبعدين درست في مدرسة المنامة الثانوية. أخذت المنامة الثانوية، دراسة الثانوية في مدرسة المنامة الثانوية. هذا بالنسبة للدراسة يعني في المدارس. أنا لما تخرجت من الثانوية كنت أبغى أدرس طب. الوالد ما رضى ما رضى أروح لمجال الطب نهائياً. فكان زوجة عمي واللي هي معانا في البيت زين كانت ممرضة. هذه عكست يعني، أو حاولت تكلمت مع الوالد، أوكي أنت ما تبغي تخليها تدرس طب، خليها تدرس تمريض. هذا التمريض يعني شيء ملائكي، وطبعا ملائكة الرحمة وكذا. فلما كلمت الوالد اقتنع بالفكرة، خصوصا ان انا كنت البنت الوحيدة بعد اولاد اثنين، فكان يخاف علي واجد يعني كان يخاف ان انا يعني اتبهدل او اتعب، او فكان ما كان يقبل اني يعني من خوفه علي ما كان يبغاني اروح ادرس جانب الطب. لكنه بعدين لما شاف ان زوجة عمي ممرضة وانا كنت انشديت لللباس حقها، وهي تجي وتروح وتبدل وتطلع وهذا. فهذا يعني احنا كنا صغار، وبالنسبة إليها كانت هي من أوائل الممرضات اللي دخلوا في مجال مهنة التمريض، اللي هي زوجة عمي الله يرحمها. فهذا أعطاني انطباع أن يعني بدأت أحب هذه المهنة، لأن اليونيفورم اللي كانت تلبسه والعمل حقها، قلت أوكي هذا فعلا عمل إنساني، وشداني إلى هذا الشيء لأنه خدمة ناس في النهاية. فطبعا درست التمريض في كلية العلوم الصحية، وعجبت جدا بالمهنة لأني كنت دائما قريبة من الناس. وهذا يعني تواصل كأني يعني مو بس المرضى للأمانة، لأن التمريض عبارة عن مهنة تحتك فيها مع كل متلقين الخدمة، سواء كنت مريض أو سواء كنت يعني جاي تبغي تثقيف صحي، أو جاي حق الأطفال، أو حق النساء والولادة، أو حق يعني. فهي مهنة ما شاء الله فيها تفرع، ومهنة جميلة جدا،
وفيها يعني كل ما ساعدت الناس كل ما حسيت ان انا يعني قريبة جدا من الناس. حبيت المهنة فعلا، حبيت فيها وابدعت فيها للأمانة، ابدعت في هذه المهنة. لأن الله يسلمك عقب ما توظفت في التمريض كان مسؤولتي كانت استرالية اسمها مس هاريس. هي كانت مسؤولة التمريض وقت اللي كنت أنا توني متخرجة كممرضة صغيرة جاية فريش. فجت تقابلنا وكذا، فقالت إن أحتاج إلى واحدة منكم، إحنا كدفعة جديدة جايين، استقبلتنا وقالت إحنا أحتاج إلى واحدة منكم تكون تشتغل في قسم مكافحة السرطان. وقتها احنا ما كان عندنا اصلا يعني قسم للسرطان في مجمع السلمانية الطبي، وقتها كان مستشفى السلمانية الطبي اصلا، لم يكن مجمع. فطبعا وقتها كان الكل متخوف من هذا القسم. انزين، وبعدين هي لما جت تمر علينا قالت ابغيك يعني اشوف كفاءتكم في الاقسام، اللي اشوف عندها كفاءه، اللي اشوفها شاطره في التخصص بختار واحده منهم. طبعا الحمد لله انا تخرجت بتفوق في البكالوريوس، بكالوريوس التمريض، تخرجت بتفوق. وبعدين سلمك الله لما اشتغلت في التمريض اختارتني مس هاريس ان اكون اول ممرضه تفتتح او تشتغل في قسم الأونكولوجي. هذا الأونكولوجي عبارة عن اللي هو قسم معالجة أمراض السرطان. اختارتني تقول لأن أنت عندش ما شاء الله صبر، عندش يعني تحمل. حسيت فيش التحمل، حسيت فيش الصبر، حسيت فيش إن ما تجزعين لما المريض تتعب حالته توقفين معاه وتصبرينه وتصبرين أهله. هذه الشخصية حسب كلامها يعني أفضل شخصية أن ممكن أخذها حتى تتحمل تعيش ويا هذه البيئة، بيئة معالجة أمراض السرطان. فكنت أنا أول واحدة يعني وقتها ايش سووا؟ أخذوا برايفت روم، أكبر غرفة في السلمانية في وحدة العناية القصيرة، افتتحوها لعلاج مرضى السرطان حق الكيموثيرابي، شو اسمها الكيموثيرابي، الأدوية الكيماوية، العلاج الكيماوي. بعدها أرسلت إلى الكويت على أساس الكويت وقتها كانت بدأت يعني قبلنا في مرحلة العلاج الكيماوي. أرسلت إلى الكويت على أساس أتدرب طريقة حقن الأدوية الكيماوية، طريقة دمج الأدوية، تحضير الأدوية الكيماوية لعلاج الكيميائي. قبلها ما كانت الصيدلية هي اللي تحضر، ما كانت هي اللي تحضر. اللي يحضر من؟ اللي تحضره اللي تسويه ميكس هي الممرضة متخصصة. بما أنني ما عندي تخصص وقتها فأرسلت في البداية إلى الكويت. أخذت دورة في الكويت لمدة 3 شهور، يعني كانت مركزة على اللي هي طريقة التعامل مع مرضى السرطان، طريقة الكيموثيرابي، شلون أقدر يعني أمزج المواد الكيماوية هذه وأخلطها بناء على يعني نسب معينة مدروسة. فلما رجعت من الكويت قلت لمس هاريس وقتها مسؤولتي، بما أن الأدوية يعني مثلا لو كان مريض على افتراض مرقد في الطابق الخامس في جناح معين مثلا، الممرضة أو الدكتور المختص الموجود اللي يباشر علاج المريض ينزل الوصفة إلى من؟ وقتها إلى جميلة تحت عندي أنا بالعيادة، وأنا أحضر الأدوية هذه بناء على البروتوكول اللي أعطني إياه الطبيب.
أحضر هذه المادة، طبعا ألبس لباس واقي وألبس كل اللباس الواقي وأبتدي أحضر هذا، وأحط الوصفة وأتصل للممرضة تعالي الوصفة جاهزة. فكان مجمع السلمانية الطبي أو مستشفى السلمانية الطبي كل الأدوية الكيموثيرابي تحضرها جميلة. وكنت أول ممرضة متخصصة في تحضير المواد الكيموثيرابي، هذه الأدوية الكيميائية. طيب بعدين اقترحت على التمريض مسؤوليني ليش ما أثقف الممرضات، بما أنني أخذت هذا العلم خل أعطيهم إياه، أعلم الممرضات على أساس يبتدون هم يحضرون هذه المادة بإشراف طبعا. فبدأت قالوا خلاص احنا راح نعطيش ممرضة راح تكون معاش وانتين حاولي تعلمينها الطريقة زين، وبعدين هذه الممرضة راح تطلع فوق من أجل من أجل يعني شرح المادة هذه. فبدأت الحمد لله يعني بتعليم جميع الممرضات في مجمع السلمانية الطبي. أعطيت ورش عمل بطريقة التعامل مع مرضى السرطان، طريقة التعامل مع الأدوية هذه. بعدها الله يسلمك ابتعثت لدراسة الماجستير في تمريض السرطان، بما أن هذا التخصص حديث وقتها على مجمع السلمانية الطبي. فابتعثت لدراسة الماجستير في هذا التخصص، ورحت إلى إيرلندا ودرست. لما رحت هناك في إيرلندا عندهم برنامج إن قبل لا تدرسين الماجستير تقدرين تاخذين الماجستير مرة واحدة، أو تقدرين تتمين فترة أطول تاخذين فيها البوست جراجويت دبلومة بالإضافة للماجستير. فأنا طبعا ضليت فترة يعني 2 وأخذت البوست جراجويت دبلومة في الأونكولوجي، وبعد أخذت الماجستير في الأونكولوجي. طبعا تزوجت بعد ما دخلت البكالوريوس من سنة، يعني من سنة أولى تزوجت، سنة ثانية أنجبت بنتي الأولى والحمد لله. وبعدين طبعا يعني وأنا متزوجة أجيب الأولاد، لأن كان عندي نوع من الشغف للدراسة، شغف للعلم. أبدا ما أهملت أسرتي، أبدا ما أهملت عيالي، كنت دائما الموجه الأساسي لعيالي، ودائما يعني أحفز فيهم دراسة العلم أو الدراسة والعلم والتوجه للعلم ونيل أعلى الشهادات. دائما أقول لهم إن يعني أنا كأم زين وعندي عيال ما وقفتني الدراسة، بما أنني كنت دائما أتطلع إلى أعلى الدرجات في الدراسة. يعني أصريت وقتها أن أبغى أدرس ماجستير. حتى مس هارس وقتها كانت تقول لي أن أنتين تبغين تدرسين ماجستير، يعني إحنا في مستشفى مو في كلية، فالأولوية للكليات إنه يدرسون، يعني نرسلهم لدراسة الماجستير. قلت لها لا بالعكس أنا راح أبدع في هالجانب لو أرسلتوني. بعدين وافقت في ذا الشيء، قالت خلاص ما دام إحنا عندنا قسم جديد ونبغي يعني نطور فيه، فبالتالي الأفضل تدرسين في هذا التخصص. فبالعكس يعني لما رحت يعني إيرلندا رحت عندي طفلتين، وكنت حامل بطفلي الثالث بولدي علي. وبالعكس درست وتفوقت للأمانة، وكرمت بعد ما رجعت في حفل عيد العلم على يد المغفور له صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء السابق، الله طيب الله ثراه الله يرحمه، سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. وجيت متفوقة في حفل عيد العلم، كرمت في ذلك. يعني عمر الدراسة عندي شغف كبير للتعلم للأمانة، ما في كتاب يقع في إيدي إلا وقرأته. أحب القراءة جدا، أقرأ في كل شيء للأمانة. يمكن أرجع شوي أتذكرت الحين بعض النقاط وقت اللي كنت أدرس فيها
في المدرسة في الثانوية كنت أقرأ الكثير من الكتب، كنت أروح مع بنات عمي إلى مكتبة الماحوزي في المنامة. نتمشى طبعا احنا في المنامة ما شاء الله، سوق المنامة صوبنا والمكتبات هذه مكتبة الماحوزي كانت في المنامة. فكنت أروح المكتبة وأشتري كتب، أشتري كتيبات وكنت أقرأ. فحبي إلى التعلم، حتى أول ما درست في كلية العلوم الصحية، وأنا أدرس في كلية العلوم الصحية الصباح، مساء كنت أروح إلى وين؟ أروح إلى مدرسة الحورة الثانوية. ليش؟ كان في دورات موجودة مجانية تعطى مسائيا إلى اللي يبغي يدرسها، مع أنني كنت أحب التمريض وكنت أدرس تمريض وحابة المهنة، وبالعكس وتخرجت مثل ما قلت لك بتفوق أيضا، ولكن كنت العصر كنت أروح أدرس بعد. درست تايبنج عربي، وقتها كان ما في كمبيوتر، في سنة 85 86. درست في سنة في سنة 86. سنة 86 درست تايبنج عربي، تايبنج انجليزي. هذا كورس بروحه 3 شهور، تايبنج انجليزي 3 شهور، مسك دفاتر، اسمه كذي مسك دفاتر اللي هي المحاسبة. وكان مدرسينا مصريين ودرسونا، فكانوا يعني حتى يعني اخواني يقولون لي كانوا يروحون يلعبون في النوادي في العصاري، يعني في وقت العصر يتوجهون للنوادي ويلعبون. انا كنت يعني همي فقط الدراسة، يعني ما كنت عندي وقت اصلا اني يعني التفت الى اي شيء اخر. يعني كنت اروح للجامعة، ارجع من الجامعة انزين اروح ادرس الكورسات، ارجع بالليل ادرس علشان ابغي انجح في الاثنين واتفوق في الاثنين. هذا تحدي، لكن قبلت التحدي وفعلا يعني وتفوقت في كل شيء الحمد لله. يعني ما اثر شيء على شيء. هذا بالنسبه الى طبعا كليه العلوم الصحيه. بعدين طبعا مثل ما قلت لك لما انتقلت الى ايرلندا وابتعثت الى ايرلندا لدراسه الماجستير، يعني طبعا هناك لان عندهم مستشفيات ضخمه لعلاج امراض السرطان، وايرلندا معروفه متخصصين في هذا الجانب يعني. فتعلمت هناك كيفيه كتابه بروتوكولات العلاج او مسانده المرضى. يعني لما رجعت كنت اول من انشئ سياسات البوليسيز اللي هي سياسات التعامل مع المرضى، لأن وقتها مثل ما قلت لك مكان جديد، ما كان في بوليسيز لكتابة للتعامل، طريقة التعامل مع الحالات المختلفة من أمراض السرطان. فعلا هي مرضى السرطان لأن فعلا الجانب النفسي له دور كبير في التعامل معهم، ومحتاج إلى أحد يكون يعني يتعامل معهم بصبر، بعزيمة، أن تدفعهم للإيجابية، أن مو نهاية العالم لما المريض يصاب بالسرطان. بالعكس هذا يمكن يكون له دافع أنه يقاوم هذا المرض. والمريض لما يكون يعني نفسيته مرتاحة ونفسيته قوية يستطيع أنه يواجه هذا المرض بسهولة. فكنا دائما يعني ننصح مرضى السرطان بهذا الجانب. موضوع إنساني كبير جدا. يعني أنا تأثرت، يعني لا أستطيع أن أقول أني ما تأثرت لما اشتغلت مع هؤلاء المرضى، بالعكس يعني تأثرت من الناحية النفسية، ولكن لم تنعكس هذه علي على أساس ما أبينها إلى المرضى. بالعكس أنا قعدت معاهم بشكل إيجابي، أني كنت أشجعهم على أساس يعني يطلعون من هذه المحنة،
يخرجون من هذه المحنة. فكنت داعم كبير إليهم يعني. وهذا يمكن الحمد لله يعني أعداد كبيرة من المرضى كتب الله لها الشفاء يعني بسبب العلاج المتطور أيضا اللي بعدين إحنا طبعا الموجود عندنا بالسلمانية. السلمانية رغم ترى يعني حداثتها ذاك الوقت في علاج مرضى السرطان، إلا أن إحنا كان موجود عندنا يعني كان في أطباء جايبينهم من برا، في عندنا أطباء كانوا يدرسون تحت الأطباء اللي موجودين الخبراء اللي كانوا موجودين من برا، لاهتمام مملكة البحرين بتطور يعني جميع الخدمات وبالأخص في مجمع السلمانية الطبي. هذا دلالة على أن يعني هذا السبب اللي خلوهم يرسلون أطباء، يرسلون ممرضات للدراسة وللتعلم علشان يجيبون هذه الخبرة ويطبقونها في مجمع السلمانية الطبي. بعدها طبعا صار مجمع سلمانية الطبي لأنه صار أكبر وتوسع وانفتحت الأقسام الجديدة اللي كان من ضمنها هذا له قسم الأورام. بعد ما خلصت كنت رئيسة قسم التمريض في قسم الأورام. الحمد لله بعد كذا سنة رقيت إلى أن أكون رئيسة التمريض في مجمع في الدور الخامس لهم للقسم الباطنية بأكمله، لأن الأورام جزء من الباطنية. وقتها ما كنت أنا رئيسة قسم التمريض في الباطنية، بعدين رقيت إلى أن أكون رئيسة قسم التمريض في قسم الباطنية بالكامل. بعد فترة ما زال الشغف عندي، أبغى أدرس، أبغى أكمل للدكتوراه، أبغي أدرس أكثر. فبدأت قدمت وقبلت في دراسة الإدارة الصحية، دكتوراه في الإدارة الصحية Health Care Administration. طبعا كنت من الأوائل اللي درسوا هذا التخصص كدكتوراه على مستوى الدكتوراه في الإدارة الصحية. بدأت أدرس أول سنة، بعدين ناداني دكتور عزيز حمزة، وقتها كان وكيل وزارة الصحة، قال لي احنا يعني نبغيش تكونين مدير إداري حق مستشفى الطب النفسي. فقلت له إيه، لأنه يقول أنا سمعت تدرسين إدارة الآن صحية، بدأتين تدرسين إدارة صحية، وإحنا عندنا نبغي نسوي تغييرات في أقسام وزارة الصحة، وبما أن أنتين الوحيدة الحاصلة على الماجستير في ممرضة حاصلة على الماجستير في سلمانية، وبما أن أنتين الآن تدرسين إدارة صحية، فأنا أقترح تروحين تمسكين إدارة مستشفى الطب النفسي. وقتها صار عندي ما شاء الله سنوات خبرة أيضا، تدرجت في الوظائف، يعني كنت ممرضة، مسؤولة تمريض، مشرفة تمريض، بعدين مسؤول تمريض، بعدين رئيسة تمريض، فتدرجت في الوظائف. بعدها قبلت طبعا، قلت له يعني مكان اللي تشوفه في اني اكون موجودة انا حاضر، وبالعكس وبخدم ان شاء الله كل ما تعلمته راح اطبقه ان شاء الله في شو اسمه في المكان اللي راح اكون موجودة فيه. فعينت مدير اداري لمستشفى الطب النفسي في سنة 2000. في سنة 2000 كنت اوريدي بادئة دراسة الدكتوراه. طبعا رحت سافرت سنة ونص عقب ما خلصت 96، سافرت سنة ونص درست هناك في الجامعة، لأن الدكتوراه عبارة عن قسمين، هي مو دراسة في البيت، لا، سنة ونص تاخذين كل الثيوري، كل النظرية، الدراسات النظرية. بعد السنة ونص
نبدأ في عمل الدكتوراه، في البحث، في الديزرتيشن اللي هو عمل البحث الدكتوراه. بعد ما رجعت من الدراسة بدأت يعني أشتغل على بحث الدكتوراه. وقتها كنت أنا خلاص موجودة في وين؟ في كمدير إداري في مستشفى الطب النفسي. ولله الحمد يعني اشتغلت بكل إخلاص، عملت تغييرات يعني إيجابية في مستشفى الطب النفسي. لعلني أذكر أهمها. أهم إنجاز في مجمع في مستشفى الطب النفسي، طبعا بالتعاون مع رئيس مستشفى الطب النفسي. وقتها أنا كنت المدير الإداري وهو كان رئيس مستشفى الطب النفسي، بالتعاون مع وكيل وزارة الصحة وقتها، بتوجيهات من المسؤولين الموجودين. رحنا عملنا دراسة. كان عندنا، أنا يعني كلمت الإدارة قلت لهم عندنا إحنا قطعة حديقة مهملة في مستشفى الطب النفسي، وكان في ضغط واكتظاظ من المرضى الطب النفسي في المستشفى، وفي أقسام قديمة جدا قديمة جدا، يعني يمكن ما كانت تناسب حتى وضع وقتها وجود المرضى النفسيين في هذا المكان. فاقترحنا أن نغير هذه الحديقة ويكون مكانها بناء مستشفى، يعني قسم من قصدي اكستنشن يعني حق المستشفى اللي هو ملحق، أو يعني نوسع من المكان بدل وجود الحديقة اللي ما حد يعني ما كانت تخدم وقتها. فالحمد لله رحنا مجموعة، رحت يعني أنا كنت رايحة ومع نادينا رئيس المهندسين في وزارة الصحة وقتها ورئيس المستشفى ومجموعة من الأطباء الاستشاريين، ورحنا قابلنا الوزير وخبرناهم، قلنا ترى احنا نبغي نسوي كذا كذا. قال جو أهد، خلاص يعني قعدوا مع المهندس، سووا التصاميم، سووا التصميم اللي تبغونه وجيبوا، وإن شاء الله راح نعتمده. وفعلا تم اعتماده وافتتح المبنى الجديد اللي موجود في مستشفى الطب النفسي. وهذا كان كله يعني بتعاون من عندنا كنا كجروب. هذا أهم إنجاز الحمد لله ساهمت في إنجازه. هذا الإنجاز الثاني. طبعا بعد إنجاز اللي هو افتتاح وحدة الأورام، جينا في مستشفى الطب النفسي افتتحنا القسم الجديد للاكستنشن اللي موجود في مستشفى الطب النفسي. هذا الإنجاز الثاني في محطة عملي. بعدين لما كلمت الوزارة أن أنا الآن أدرس دكتوراه والحمد لله ماشية في عملي من أحسن ما يكون، وماشية في دراستي من أفضل ما يكون، فبغيت دعم يعني أن تبعثوني لدراسة الدكتوراه هذه. والحمد لله حصلت على دعم أيضا، يعني ابتعثت لتكملة دراستي. يعني أنا اشتقيت الدراسة لوحدي نتيجة الشغف اللي عندي. ما كنت يعني أبغى أنتظر يعني مثل ما تقول أني أحصل على الابتعاث. كنت بنفسي درست، بنفسي رحت يعني بدأت الدراسة، ولكن الحمد لله يعني شافوا العمل هذا. وكنت للأمانة ترى أول امرأة تمسك مستشفى كإدارة، يعني كمدير إداري في مستشفى الطب النفسي. وحصلت على البعثة لتكملة دراستي الدكتوراه. هذا كان عندي حافز أكثر أني يعني أعمل أكثر وأجد أكثر من أجل أن احنا طبعا يعني نقوم بأجود الخدمات، نقدم أجود الخدمات في مستشفى الطب النفسي. خلصت الدكتوراه بامتياز من جامعة هال في بريطانيا، وكرمت على يد أيضا
المغفور له سمو رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي طيب الله ثراه خليفة بن سلمان. في عيد العلم في سنة 2006 عقب ما تخرجت طلب مني، نادوني مرة ثانية الوزارة وقالوا احنا سعيدين جدا بالتطور اللي انتين اشتغلتين على روحش وعلى والانجازات اللي قاعده تسوينها على مستوى المستشفى وعلى مستوى الوزاره، فنبغى نعينش كمدير اداري لجميع المستشفيات الحكوميه. مسؤولي كان تقاعد، فقالوا خلاص الدكتوره جميله الان صارت دكتوره وعندها دكتوراه في الإدارة الصحية، وإحنا نشوف أن أفضل شخص يمسك إدارة المستشفيات دكتورة جميلة. فالحمد لله رب العالمين مسكت إدارة جميع المستشفيات الحكومية، كل المستشفيات الولادة، جميع مستشفيات الولادة في البحرين، جميع المستشفيات المسنين، بما في مع مستشفى طبعا اللي هو الطب النفسي. كان في إدارتين، إدارة لمجمع السلمانية الطبي لوحدها وإدارة لجميع المستشفيات لوحدها، وأنا مسكت جميع المستشفيات، إدارة جميع المستشفيات. فالحمد لله يعني طورت الكثير في يعني دائرة يعني من خلال خبرة ومن خلال أيضا العلم، لأني درست وتخصصت في هذه الإدارة، في إدارة الصحية، فقمت بعمل كثير من أيضا اللمسات خلينا نقول الإدارية. فريق عمل، اشتغلنا كفريق عمل الحمد لله يعني كتيم. دائما العمل إذا تبغيه يعني لا يطلع بشكل أفضل مراحل الجودة، يجب أن يتركز على من أهم خلينا نقول قواعد هذا العمل، أن يكون التيم وورك اللي هو العمل الجماعي. لأن الإنسان لوحده لا يستطيع أن ينجز، لكن مع الفريق العمل، مع التكاتف، مع التعاون، كنا مع بعض. وهذا الحمد لله من تربيتي، من أساس هذا عكس على عملي، عكس على شغلي، عكس على يعني لما جيت أقول من البداية احنا يعني تربينا كتيم، كل واحد يساعد الثاني، كل واحد يشيل الثاني، كل واحد يتكاتف مع الثاني من أجل يعني إبراز أفضل جودة للعمل. وكان بحثي الدكتوراه عن جودة العمل الإداري الصحي. هذا كان يعني عنوان الدكتوراه أو يعني رسالة الدكتوراه كانت تركز على هذا الجانب. فانتخابات على الأبواب، الأهل قالوا لي ليش ما تنزلين في الانتخابات؟ ليش ما تنزلين في الانتخابات؟ يعني أنت كشخصية يعني ممكن تنزلين في الانتخابات. فعرضوا علي الأهل العيال كبرت. فقلت تمام أفكر في الموضوع. شفت الموضوع إنه لا خلاص أبغى أنزل في الانتخابات، عندي هذا الشغف، عندي هذا الحب في خدمة بلدي، أرجع مرة ثانية أخدم بلدي مرة ثانية، أبغي يعني أساهم في خدمة بلدي مرة ثانية. طلبت من الجامعة أني أخذ إجازة لمدة شهر بنزل فيها في الانتخابات، ووضحت إليهم الموضوع. ما كانوا راضين طبعا أني أترك، قالوا خلاص إحنا بنعطيش إجازة، لو نجحتين بنخسرش، بيخسرون هناك، ولو ما نجحتين ارجعي مرة ثانية. فأخذت إجازة لمدة شهر، رجعت البحرين، اشتغلت على فريق العمل، بدأت أشتغل على أني خلاص بنزل الانتخابات، وأعلنت نزولي للانتخابات، شكلت فريق عمل. طبعا للأمانة أقولها أن تدرجي في الوظيفة في مجمع السلمانية الطبي، واللي يعتبر مجمع كبير جدا، فيه أعداد هائلة من الموظفين،
وجودي بعد أيضا في كذا وظيفة حتى في مستشفيات البحرين كلهم. كم عدد الموجودين من الموظفين في هذه الدائرة؟ ما شاء الله. في الدائرة اللي أنا نزلت فيها، في الدائرة 12 في المنطقة. فلما عرفوا اني بنزل حصلت تلفونات كثيره، اوه ما شاء الله كنتي مسؤولتنا، كنتي كذا، كنت اشتغلنا معاش كذا. حصلت بعد دعم من الاهالي. هذا شجعني اني يعني اخوض التجربه يعني باكثر حماس، خليني اقول باكثر حماس. الحمد لله كتب الله لنا الفوز، ونجحت في الانتخابات. حصلت تقريبا 70% في الانتخابات. يعني اكتسحت كامرأة، يعني الحمد لله رب العالمين فعلا اكتسحت الانتخابات ب70%، وتم التصويت لي، يعني الأغلبية تصوتت لي، وكنت سعيدة جدا أني أخدم بلدي في هذا الجانب. طبعا في كثير من الملفات عندما دخلت في السلطة التشريعية، الملفات الأساسية اللي اشتغلنا عليها بسبب بعد أيضا خبراتي، تراكم الخبرات السابقة. اشتغلت على قانون الصحة العامة، وعملنا فيه تعديلات كثيرة في هذا القانون. اشتغلنا على قانون التأمين، الضمان الصحي، والضمان الصحي أصلاً يعني لم يطبق حتى الآن في البحرين، لأن اشتغلنا عليه ورأى النور في مايو 2018 وقت ما كنا احنا في البرلمان، ودافعنا عنه بقوة، ويعني وعدلنا في هذا القانون على أساس ان احنا حتى يرى النور. أهم إنجاز أعتبره للأمانة عملت عليه في السلطة التشريعية أيضاً هو قانون التعطل. اقترحت شخصياً بزيادة مبلغ التعطل في القانون، فاللي كان في الثانوي بيزيد 50 دينار، اللي كان في الجامعة بيزيد 100 دينار. زيدت المبالغ اللي لقانون التعطل، والحمد لله رأى هذا القانون النور. في كثير من الملفات يعني للأمانة مسكتها في البرلمان، بصفتي كنت أيضا يعني عضوة في لجنة الخدمات. لجنة الخدمات عبارة عن اللجنة اللي تحتوي على الصحة والتأمينات الاجتماعية يعني كثير من الملفات. الدكتورة جميلة السماك الآن حسب كلامك، أنا ما زلت جدا طموحة وجدا يعني أحب أخدم بلدي في أي موقع كان. وبما أن مثل ما قلت لك يعني نظرتي ليس العمل العادي، إنما الإتقان في العمل، الجودة في العمل. يعني هذه هي نظرتي، هذا هو يعني هدفي، أني لما أعمل بإتقان، أعمل بجودة، أعمل بإخلاص. أثناء وجودي في البرلمان حظيت على شرف تعيين من صاحب الجلالة الملك المعظم بتعييني كاستشارية، كعضو استشاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعملت حتى انتهاء مدتي. هي كانت 3 سنوات تعيين، وعملت في هذا الجانب كاستشاري في دول مجلس التعاون. أيضا أثناء وجودي في البرلمان تم تعييني أيضا من قبل صاحب الجلالة أيضا كعضو مفوض في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. والحمد لله أيضا يعني أتممت دورتي اللي هي كانت فترة التعيين في هذا الجانب.
ف يعني حاولت جاهدة على خدمة بلدي في كل موقع أعين فيه أو أضع فيه.